الجيش خالد، احنا لا وقيادة نتحدث. الاستخبارات. نعم. نحن لا نتحدث هنا عن الناحية العسكرية، أنا أتحدث هنا أنتم كحركة سياسية وقوة مدنية. أنا أسألك بهذه الصفة، لأنه في النهاية نحن نتحدث عن السودان ومن يحكم السودان، سواء كان من يحكم السودان من يريد أن يحكم السودان عن طريق الانتصار العسكري أو عن طريق صندوق الانتخابات، لابد أن يكون منحازا للمواطن السوداني. الآن المواطن السوداني ما نراه أنا وأنت في كل الفيديوهات التي رأيناها هو مواطن يرتدي ثوب المواطن الفلاح البسيط في قرى السودان وفي قرى. المواطن الذي رأيناه وهو يشد من لحيته، أو المواطن الذي رأيناه وهو 50 سنة وهو يعني يتم التنكيل به من أشخاص معروفين في قيادات الدعم السريع، هل هذا مقبول؟ هل هذا مقبول؟ هذا السلوك أيا كان، أنت قلت أنه رد فعل، هل هذا مقبول حتى لو كان رد فعل؟ أستاذ مصطفى، هذا السلوك مرفوض جملة وتفصيل. يعني أيا كان تنكيل وأيا كان استهداف للمواطن البسيط هو مرفوض، إذا كان من قبل قيادة والدعم السريع أو من قبل الجيش السوداني، هو بالنسبة لنا مرفوض. لذلك ظللنا منذ يعني اندلاع هذه الحرب المشؤومة في صبيحة الخامس عشر من أبريل 23 كنا ننادي بإيقاف هذه الحرب، بغض النظر عن الكيفية التي يتم إيقاف الحرب بها. كنا ننادي بضرورة التفاوض، فلذلك كنا باستمرار نناشد قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع أن يسعوا للتفاوض حتى لا يتم التنكيل بالمواطن البسيط، وحتى لا يتم يتأذى المواطن البسيط الموجود على مستوى القرى. أنا أتفق مع متحدثك تماما أن هناك حصلت انتهاكات كبيرة، وبالنسبة للناس مرفوضة تماما، وبالنسبة لنا كحركة إصلاح ونهضة سودانية مرفوضة هذه الانتهاكات بصورة كبيرة جدا، وقلنا الكلام ده في إعلامنا وقلنا الكلام ده بصورة كبيرة جدا يعني. طيب. الامر لابد انه نعرف انه الاسباب هي شنو ذات الخلت، لانه والدعم السريع كانت موجوده في الجزيره. احنا سنتحدث عن ربما سيد خالد دعني يكمل. تفضل. دعني يكمل هذه النقطه فقط. والدعم السريع موجوده منذ نهايه العام الماضي. كانت نعم هناك بعض التجاوزات، ولكن لا ترقى لمثل هذه الاحداث التي حصلت، وهذا يؤكد ان هنالك عمل عسكري حصل وتجيش تم من قبل بعد على اثر الخطاب الذي قام به السيد قائد رئيس الجيش السيد الفريق البرهان في عزاء احد القاده العسكريين الذين قادوا العمليه بتاع تحرير اسطنبول وانسحبوا منها. كان بيتحدث عن تجيش قبائل شرق النيل بصوره كبيره جدا او شرق الجزيره لمواجهه غيار قوات الدعم السريع. نحن المساله بالنسبه لنا مرفوضه، ومرفوض تجيش المواطنين بصوره كبيره. نحن نقول على المواطن النعم ان يحمي نفسه من الانتهاكات ويحمي نفسه من بس يا استاذ خالد ما رأيناه في الصور، ما رأيناه لو كان المواطنون في قرى الجزيرة معهم سلاح ما استطاع الدعم السريع ان يدخل بيوتهم. ما رأيناه الأسرى، ما رأينا الفيديوهات الناس بتجري امام طفل صغير من الدعم السريع ممسك بسلاح، وبالتالي لم نرى أفراد معهم سلاح أبدا في هؤلاء. رأينا أسرى، رأينا قتلى 150 بني آدم، رأينا نساء، أطفال. أرجو أن تبقى معي لأنه أيضا أريد أن أتحدث مع الدكتور محمد عبد الله ودبوك. دكتور محمد، قبل أن نذهب إلى ما يحدث في الهلالية أو في قرى شرق الجزيرة، الباشا طبيق متحدث مستشار الدعم السريع يتحدث ويقول أنه الدندر فيها تصفيات وأنه الجيش قام بتصفيات. هل لديك معلومات حول هذا الكلام؟ وإن كان هذا الكلام حقيقي، هل فعلا الجيش قام بهذا الأمر؟ شكرا جزيلا. أولا من الواضح أن هنالك جهات دائما تعمدت خطا إعلاميا في كثير من الأكاذيب والاختلاقات، ومسألة الانتهاكات التي جرت يعني وجعلت الحرب تتحول تماما من حرب يعني أصحابها الذين يعني بدأوها وافتعلوا اختلقوا الأكاذيب لتقع وتدمر السودان وتهجر المواطنين وتقتل الناس، حولوها من حرب يعني من شعار مرفوع مثلا ضد القوات المسلحة السودانية لحرب شاملة ضد المواطن السوداني، ابتداء من الخرطوم، فجعلوا الخرطوم يعني الآن خالية تماما من كل شيء، من الحياة كلها. ويعني امتدت هذه الحرب إلى رقع جغرافية كثيرة هي الأخرى، والعالم كله يعاين ويشاهد والجزيرة تنقل أن المستهدف الأول والأخير الذي يموت بهذه ببندقية الدعم السريع وباستهداف الدعم السريع مثلا في الفاشر هم المواطنين، هم مدنيين ليست لديهم علاقة بالجيش. وما جرى في الدندر هم استباحوها طبعا من قبل وروعوا الناس
وقاموا بفظائع فيها، والجيش بحكم يعني مسؤوليته التاريخية يعني وضع يده على الدندر. والآن الحياة تقريبا اليوم غدا أنا استمعت لبيان من الجيش ويدعو يعني قبل يومين عند الدخول قال على المواطنين أن يعني يتريثوا قليلا ثم من بعد ذلك يأتوا ليستأنفوا حياتهم الطبيعية. وسمعنا اليوم هنالك دعوة من الجيش نفسه أنه الحياة أصبحت طبيعية. يعني يا دكتور محمد عبد الله، سؤالي ما زال مطروحا. الباشا طبيق اتهم الجيش السوداني بتصفية، تحدث عن الرقم، قال أعمال انتقامية وإبادة جماعية في الدندر. يعني هل هذا الأمر حصل في الدندر من قبل الجيش بحق الناس أم لا؟ الجيوش النظامية في أي بلد قياسا على ذلك الجيش السوداني بمنهجه ورؤيته أنا أعتقد لا يخوض في مسألة دماء ليقتل مواطنين سودانيين أبرياء. العكس، الذين ليست لديهم عقيدة عسكرية معروفة والذين لا يعرفون التقاليد العسكرية ولا يخوضون الحروب المنظمة التي تتقيد بالقانون وقانون الحرب هم الذين يفعلون ذلك. وأنا أعتقد الباشا طبيق يعلم ذلك ويعرف ذلك.